اهلا بيكم اعزائي متابعين قناه ايمن الشويط على يوتيوب. كاهلاوي عيب عليك قوي انك ما تدعمنيش وانا لسه في بدايه مشواري والقناه لسه جديده وانا ببدا اسعى ان انا انجح. فانا كاهلاوي عايز صوتي يوصل. كل اللي طالبه منك بس انك تدعمني باللايك واشتراك في القناه. الكابتن عادل القيعي يرد بقوه على هزازين الرؤوس طبالين مرتضى منصور اللي شغالين في قناه الزمالك للكوميديا والضحك، وايهاب الفولي ابو فله يهاجم الكابتن محمود الخطيب ويهاجم قيم ومبادئ النادي الاهلي. من شهر كده يا حبيبي او من شهرين لو كنت سالت اي زملكاوي كمشجع او اي حد شغال في قناه الزمالك او اي حد تابع لنادي الزمالك وكلمته عن القيم والمبادئ بتاعه النادي الاهلي، كان هيقول لك مفيش حاجه اسمها قيم ومبادئ عند النادي الاهلي. دلوقتي سبحان الله هم اللي طالعين بيتكلموا عليها ليل نهار وبيقولوا ان النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ. الكابتن عادل القيعي عمل مداخله امبارح مع الاعلامي سيد علي وقال ان مبادئ وقيم النادي الاهلي حاجه تخص النادي الاهلي وجمهوره فقط، وان النادي الاهلي يطبقها او ما يطبقهاش دي برضه حاجه ترجع للنادي الاهلي. وقال طب النادي الاهلي لو ترك التفاوض مع امام عاشور، هل الزملكاويه او الناس اللي شغالين في قناه الزمالك او في نادي الزمالك هيقولوا فعلا برافو النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ؟ قال لا، الحاجه دي تخص النادي الاهلي. ثم انا عايز اتكلم في نقطه ثانيه، وهي ان امام عاشور اساسا لما عمل الفعل اللي هو عمله ده اساسا ما كانش عضو او ما كانش في منظومه النادي الاهلي، ولا كان لاعب ولا كان ينتسب للنادي الاهلي من قريب او من بعيد. ورد بقوه على هزازين الرؤوس وطبالين مرتضى منصور اللي شغالين بلقمتهم في قناه الزمالك. نخش بقى على صاحبنا ايهاب ابو فله. ايهاب الفولي اللي بيتكلم امبارح وبيقول لك هي دي مبادئ محمود الخطيب. طبعا هي دي مبادئ محمود الخطيب ومبادئ النادي الاهلي اللي انت ما تعرفش عنها حاجه، لان انت مجرد واحد شغال في قناه الزمالك بتعمل بلقمتك علشان تاخد ال 80,000 جنيه اخر الشهر وتقول يا سياده المستشار انا كده عملت اللي عليا. كل اللي عليك وكل اللي بتعمله من يوم ما طلعت على قناه الزمالك انك بتفتري على خلق الله، سواء بالفاظ او سواء بكلام زي الزفت، وانت فعلا شخص مالكش اي 30 لازمه، لانك قبل كده انت بنفسك كنت شغال في قناه النادي الاهلي وكنت بتسافر ورا النادي الاهلي في اي مكان، ولكن نادي الزمالك بيدفع اكتر. فبالتالي انت كل اللي بتعمله عاش الملك مرتضى منصور، مات الملك مرتضى منصور، بتحكي فيها عن انجازات وهميه لمرتضى منصور وما عندكش حاجه غير الكابتن محمود الخطيب والساعات، وانك تهاجم شخصيه محترمه زي الكابتن محمود الخطيب ما يرضاش اساسا يسلم او يبص على حد شبهك انت يا ايهاب وفولي. اقسم بالله وجوده على الشاشه بيستفزني جدا جدا. ومعاهم طبعا في قناه الزمالك صانع الفتنه الاول في مصر الكابتن خالد الغندور، اللي بحس ان هو النادي الاهلي عامل له مشكله كبيره جدا في حياته ودايما طول الوقت عامل له حلقان وتبول لا ارادي. ده ملخص حلقتنا النهارده، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. لو وصلت في الفيديو للاخر يا تدعمنا بلايك واشتراك في القناه. سلام عليكم.